على الورق يمتلك اليمن مئات الآلاف من المقاتلين، ترسانة ضخمة وعقيدة قتالية شهد بشراستها العالم أجمع، ولكن على الأرض الحقيقة مرعبة. 5 جيوش، لا جيش واحد، رتب عسكرية توزع في الشوارع، غرف عمليات لا تتحدث مع بعضها، وبنادق بدلاً من أن تتجه لعدو واحد تصوب نحو صدور الإخوة. لماذا فشلت اتفاقية الرياض؟ ولماذا صمدت الكشوفات الوهمية؟ وهل هناك قرار دولي بفيتو غير معلن يمنع اليمن من امتلاك مخالب وأنياب؟ واليوم نفتح الملف الأسود. لكي نفهم اللغز يجب أن ننظر للخريطة، وهي ليست خريطة دولة، بل خريطة كانتونات مسلحة. في صنعاء عقيدة عسكرية بنيت بالكامل على الولاء المطلق للجماعة لا للدولة، وفي المناطق المحررة هنا تكمن المعضلة الكبرى. لدينا الجيش الوطني في مارب، قوات المجلس الانتقالي في عدن، قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، وقوات درع الوطن الحديثة. هذه ليست مجرد مسميات، هذه جيوش بتمويل مختلف وتسليح مختلف وحتى أزياء عسكرية مختلفة. العائق الأول ليس لوجستياً، بل هو عائق الثقة. كيف تطلب من ضابط قاتل لسنوات تحت راية الوحدة أو الموت أن يجلس في نفس الدبابة مع ضابط عقيدته القتالية هي استعادة دولة الجنوب؟ دمج هؤلاء دون حل سياسي شامل يشبه محاولة خلط الزيت بالنار. النتيجة لن تكون جيشاً، بل انفجار من الداخل. ولكن دعونا نكون صرحاء، هناك من يستفيد من هذه الفوضى. توحيد الجيش يعني وزارة دفاع واحدة ورقابة مالية مركزية، وهذا يعني نهاية الأسماء الوهمية، تلك الثقوب السوداء التي تبتلع رواتب الآلاف من الجنود الذين لا وجود لهم إلا على الورق. توحيد الجيش يعني قطع أرزاق أمراء الحرب، فهل سيسلمون مفاتيح خزائنهم ببساطة؟ ثم نأتي للسؤال الأكبر، السؤال الذي يدور في ذهن كل يمني. الجغرافيا لا تكذب، اليمن يسيطر على باب المندب، شريان العالم. هل القوى الإقليمية والدولية من مصلحتها وجود جيش يمني موحد وقوي ومستقل القرار؟ التاريخ يخبرنا أن الدول الكبرى تفضل التعامل مع وكلاء يسهل التحكم بهم، بدلاً من التعامل مع دولة قد تقول لا في المستقبل. في النهاية، الجندي اليمني، ذلك المقاتل الحافي الصامد في الجبال والصحاري، هو الضحية الأولى لهذا الشتات. توحيد الجيش ليس مجرد قرار عسكري، هو قرار استعادة وطن، وطالما ظلت البندقية للإيجار سيظل القرار مرهونا للخارج. برأيكم أنتم، هل الحل يبدأ بدمج القوات بالقوة، أم أن الحل السياسي يجب أن يسبق العسكري؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لنفهم ما يدور حولنا. في أمان الله.